هلا وشلونكم؟ طبعا اليوم حبيت اجرب وياكم هاي الوصفة دجاج مع التمن وصوص الدقوس، ويلا نشوف الطريقة. بالبداية بسم الله، عندي هنا قطع من صدر الدجاج منظفتهم ومقطعتهم بهذا الشكل. حنضيف لهم مجموعة من البهارات، والبهارات حكتب لكم اياها اسفل الفيديو. بعدها حنضيف ملعقة من المعجون وملعقة من الدبس الفلفل الحار، وهذا اختياري. ونضيف اللبن ضفت 4 ملاعق، ونضيف عصير ليمونة. نخلط المكونات، حنغطيها ونتركها ساعة بالتتبيلة. صينية لندخلها للفرن، أو تقدرون تخلوها بالقلاية الهوائية. حندخلها للفرن على درجة حرارة 200 من الأسفل والأعلى. حضر التمن، حضيف زبد، تقدرون تستبدلون الزبد بالزيت أو الدهن. ننزل التمن، نضيف البهارات حكتب لكم اياها اسفل الفيديو. نحمس بيه كل زين في البداية ويا البهارات. نضيف المي المغلي على قد بس نغطي التمن، واغطيه ونتركه لما ينشف. وهنا بعد ما نشف عندنا مي التمن، حنهدئ النار انسى شي ونتركه لما يتهدر. بعدها حنحضر الصوص. نضيف قليل من زيت الزيتون او زيت عادي. نضيف ثوم مبشور، ملعقة من المعجون، ملعقة كبيرة يعني. نحمسه كل زين ويا الثوم. راح اضيف شطة حارة، طبعا هاي اختياري للي يحب يعني. قليل من الفلفل الاسود. حنضيف عصير الطماطم، ملعقة من الملح. نخلطه خلطة خفيفة بهاي الشكل. بداية ما بدأ يغلي وياي، حنهدئ النار كلش قليلة واغطيه ونتركه تقريبا 15 دقيقة 20 دقيقة على اهدأ شي. وهذا التمن بعد ما تهدى، وراح نسوي التقديمة نفس المطعم. وهذا صوص الدقوس هم جهز عندنا. طبعا هذا الصوص يتقدم ويا التمن والدجاج في المطاعم. ضيف قطع الدجاج على التمن، وهذا الشكل النهائي. صراحة شكل يجنن كلش يشهي. حنضيف الصوص ونجرب الطعم ونقول بسم الله. طبعا الطعم يجنن كلش طيبة، جربوها. واتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو، وبلكم سلامكم العافية، مع السلامة.